السلام عليكم، مرحبا بكم في منوعات ليلى أكرم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم غادي ندير لكم درس جديد في الرندا. غادي نوريكم طريقة باش نخدموا هاد الملاقية اللي كنلاقيو بها التواب الجلال ولا القفاطل. المهم كنلاقيو بها الجناب واليدين. المهم غادي نوريكم كيفاش كتخدم، يعني بطريقه سهله ان شاء الله. الا تبعتوها غادي تعلموا ليها من اول مره غادي ديروها، غادي تعرفوا ليها ان شاء الله. ودابا غادي نبداو الخدمه، نوريكم كيفاش كتخدم. بسم الله، غادي نبداو الدرس ديالنا. هزيت الثوب اللي غادي ندير فيه الملاقيه، شديته بالخيط هكا كما كتشوفوا، وشديته بالفنايت فوق المخده باش ما يتشد ليا مزيان. دابا غادي نخشي الخيط في الابره، الخيط في الابره. بالنسبه للخيط هذا هو مبروم، يكون مبروم مزيان. المهم الطريقه اللي وريتكم. دابا غادي نبداو بسم الله. غادي نجيو لهنا وغادي نخشيو الابره في وسط هاد الدائره. بالنسبه لهاد الدائره ضروري منها الا ما كايناش الحرير، ما الخيط خسر لينا. غادي نجبد باش يتزير. غادي نخشي صبعي تحت الثوب وغادي ندور الخيط لهاد الجهه، غادي نضرب نيشان ونجبد، وغادي نخلي واحد شويه تاع المسافه، وغادي نرجع الخيط اللي كجيه، وغادي نخشي تحت هاد البلاصه وندور ونطلع الابره من تحت الخيط ماشي من الفوق، وغادي نجبد نيشان باش تكون عندي الغرزه. غادي نكحش شويه ونجبد. غادي تكون عندي هنا واحد التقبه نحاول نخشي فيها، هي دابا باقي ما باينه، وريني من بعد الا خدمنا تولي تبان. غادي ندور الخيط لهاد الجهه، كنتمنى يكون واضح. ندور الخيط لهاد الجهه، غادي نكحش شويه وغادي نضرب الابره وغادي ندورها من تحت الخيط ماشي من الفوق، ماشي من الفوق هكا، لا من التحت. وغادي نجبد النيشان هكا وغادي تصير معايا. غادي نرجع الخيط اللي كشيها، وغادي عندي هنا واحد التقبه غادي نخشي فيها الابره وغادي نطلعها من تحت الخيط، وغادي نطلع النيشان وغادي تصير معايا. غادي ندور الخيط اللي كشيها ونكحش شويه ونجبد لهاد الجهه باش تصير دغيا بلا ما نبقى نتفاح بصبعي. غادي ندور الخيط لهاد الجهه وغادي نخشي في هاد الثقبه، غادي نطلع الابره من تحت الخيط، دائما من تحت الخيط ماشي من الفوق. الا درنا من الفوق ما غاديش تكون عندنا الغرزه. وضروري ردوا البال لفين ترجعوا الخيط باقي غادي نخليه هنا حتى نضرب هنا، عاد غادي نرجعو لديك الجهه. دابا غادي نرجعو لهاد الجهه، غادي نضرب ونطلع من تحت الخيط. بالنسبه للمسافه ديما حاولوا ديروا نفس المسافه، راه الا كدير وحده قريبه وحده بعيده وحده غادي تجي الخدمه معيوبه، يعني بحال الا ما غاديش تجي زوينه. نضربو في الوسط، غادي نرجعو الخيط لديك الجهه، غادي نضربو في الوسط، نرجعو الخيط لديك الجهه حتى نضربو هنا، تنضربو هنا. عاد غادي ندور عاوتاني الخيط لهاد الجهه، غادي نضرب في الوسط ونجبد نيشان
الا ضربنا في الوسط غادي نجبدو نيشان وغادي تضيع معنا، وإلا ضربنا هنا غادي نجبدو نيشان وغادي تضيع معنا، يعني دغيا. وإلا ضربنا لهاد الشي غادي نجبدو عاوتاني نيشان. المهم دابا انا غادي نستمر في الخدمه، ومن بعد غادي نستمر في الخدمه بالزربه. المهم انا شرحت لكم كيفاش، كنتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح. بالنسبه من بعد ما خدمت انا كمل ليا الخيط. المهم انا نوريكم طريقه الا كمل لكم الخيط كيفاش ديروا واحد اخر. الا كمل لكم الخيط ولا الا تشنتف لكم ما بقاش زوين الخدمه، فانا ضربت هنا، غادي نضرب هنا في الوسط وغادي نخشي، ما غاديش نضرب في الثوب، لا غادي نخشيها في وسط تاع الثوب ونكحز شويه ونجبد باش نولي نخدم عليه، باش هذا الخيط يتشد ليا ما بقاش باش المهم غادي نخدمو عليه باش يتشد ليا مزيان باش ما يتحيدش ليا. دابا غادي نركبو واحد الخيط اخر، غنركبو واحد الخيط اخر. غادي نجي ديما يدي تحت الثوب باش نبقى نطلعو، غادي نخشي هنا نكحز نفس المسافه اللي ديما كنكحز، وغادي نخشي الابره هنا وغادي نجبد وغادي ندور الخيط لهاد الجهه وغادي نضرب هنا صافي، وغادي نخدم عادي يعني بحال ما بدلتش الخيط، يعني كاع ما كيعيق باللي بدلناه. وبالنسبه لهذا الخيط ما غاديش نقطعوه حتى نخدمو عليه مزيان باش حتى هو يتشد لينا، باش ما يخرجش لينا من هاد البلاصه، باش يتشد لينا مزيان. عاد غير نوصلو هنا عاد غادي نقطعوه. دابا من بعد ما خدمت وصلت هذا الخيط كما قلت لكم غادي نقطعو، يعني ما غاديش يبقى يبان ليا وغادي نخدم عليه، يعني ما غاديش يبقى يبان كاع واش درنا الخيط تماك
صافي غادي نستمروا في الخدمه. ها هي المراقيه من بعد ما ساليتها. المهم خدمت واحد المسافه باش تبان لكم مزيان. ها هي كيفاش كتجي. كنتمنى ان شاء الله الشرح يكون واضح وتبعوا غير الطريقه اللي كنقول لكم. انا متاكده يعني دغيا غادي تعلموا الرنده، حيت الرنده هي اشنو اللي صعيب علي فيها غير تولي تعرف فين كترجع الخيط وتزير. الا تبعتوا الطريقه يعني تاع الزيار اللي انا كنقول لكم دغيا غادي تعلموا الرنده، وغادي ان شاء الله ديروا جلال ووقفات لراسكم، ما يحتاجوش تبقى تعلموا غير في الظروف تاع الثوب. فان شاء الله كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح. فانا كنعلمكم الطريقه اللي كنت كنطيح، يعني الاغلاط اللي كنت كنطيح فيهم اللي كنت كنتعلم وخديت وقت كبير باش نتعلم. انا كنقول لكم الطريقه اللي ديروها وغادي تنجح لكم، يعني من اول مره غادي تاخذوا الابره باش تبدا الابره والخيط باش تبداو الرنده غادي تقنوها ان شاء الله. المهم هو الدرس ديالنا، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتستفدوا منه وتعلموا لي ودغيا والشرح حتى هو يكون واضح. وشكرا. وما تنسوش الى عجبتكم القناه ديالي ما تنسوش ديروا لي اشتراك وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم ومع العائله وديروا لي جيم الفيديو الى عجبكم ان شاء الله. وشكرا.